اهلا بيكي في قناه انا وطفلي. هل ابنك بيتصرف تصرفات غريبه زي انه مش بيبص في عينك او مش بيكلمك او بيفضل يلعب لوحده طول الوقت؟ وهل ده طبيعي ولا ممكن يكون توحد؟ النهارده هنتكلم بصراحه عن علامات التوحد المبكره عند الاطفال، وهقول لك تعملي ايه لو عندك شك. خلينا في البدايه الاول نشرح يعني ايه توحد. التوحد هو اضطراب عصبي بيأثر على طريقه تفاعل الطفل مع الناس وكمان طريقه فهمه وسلوكه. الطفل المصاب بالتوحد مش بيعرف يتواصل زينا سواء بالكلام او حتى بتعبيرات الوش، وعشان نتاكد ان ده توحد يبقى لازم نربط اكتر من علامه مع بعض. طب سؤال، امتى يبدأ يظهر التوحد؟ العلامات ممكن تبدأ تظهر من سن السنة ونص، وكل ما اكتشفنا بدري كل ما كان عندنا فرصة نساعد الطفل أحسن. ودلوقتي هقولك على 7 علامات لو لاحظتيها لازم تنتبهي فورا. أول حاجة هتلاقيه مش بيبص في عينك لما تكلميه. الطفل الطبيعي بيحب التواصل بعينه، لكن الطفل المصاب بالتوحد ممكن يتجنب النظر لعينك خالص. تاني حاجة هتلاقيه ما بيردش على اسمه، تنادي عليه كذا مرة كأنك مش موجودة حتى لو سمعك. تالت حاجة مش بيشاركك مشاعره، مش بيضحك لما تضحكي، مش بيبان عليه الفرح أو الحزن زينا. كمان هتلاقي عنده فرط حركة زي انه يهز جسمه او يرفرف بايده او يلف في دوائر ويفضل يعمل كده كتير. هتلاقيه كمان مش بيقلدك. الاطفال العاديين بيحبوا يقلدوا زي انهم يقلدوا طريقة الاكل او الكلام، لكن طفل التوحد مش بيعمل كده. هتلاقيه كمان ما بيحاولش يتواصل مع اطفال تانيين، هتلاقيه لوحده دايما حتى في التجمعات او الحضانة. هتلاقيه كمان بيتعلق باشياء معينة بطريقة غريبة، ممكن يفضل ماسك لعبة واحدة طول الوقت او يكرر نفس النشاط بشكل مبالغ فيه. ومهم جدا تعرفي العلامات دي مش شرط تكون كلها موجودة، بس لو لقيتي اكتر من 2 أو 3 منهم يبقى لازم تاخدي الموضوع بجديه. طيب بعد العلامات اللي قلناها وانت شاكه هتعملي ايه؟ اول حاجه ما تخافيش وما تقلقيش، التوحد مش نهايه الدنيا. في اطفال كتير بيتحسنوا جدا مع التدخل المبكر. واستشيري دكتور نفسي متخصص اطفال، مش اي دكتور، لازم يكون متخصص في تشخيص حالات التوحد. اعملي تقييم نفسي وتقييم للنمو، هيطلبوا منك اسئله وهيلاحظوا تصرفات الطفل، دي خطوه مهمه للتشخيص. ابدأي علاج مبكر لو فعلا تم تشخيص الحالة، زي العلاج السلوكي وتنمية المهارات والتخاطب. وكمان ما تقعديش تستني وتراقبي كتير، التحرك السريع بيفرق جدا. طب هل في فرق بين تأخر الكلام والتوحد؟ تعالي نبص على الجدول ونعرف الفرق بين الطفل المتأخر والطفل اللي عنده توحد. الطفل المتأخر في الكلام ممكن ما يتكلمش بس بيتفاعل وبيحاول يتواصل مع اللي حواليه، اما الطفل اللي عنده توحد هتلاقيه ما بيحاولش يتواصل خالص. ونصيحة لكل لو عندك شك 1% اطمني واستشيري متخصص، وما تسأليش قرايبك او جيرانك. وكل ما اكتشفت الموضوع بدري هتلاقي نتيجة ترضيكي بعدين. شاركينا في الكومنتات هل لاحظت اي سلوك غريب على ابنك، وما تنسيش تعملي شير للفيديو ده علشان تساهمي في ان اي ام تانية تكتشف وتلحق ابنها بدري. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة علشان توصل لك كل النصايح الجديدة لصحة ونمو طفلك.